السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكن شباب؟ بهذا الفيديو راح أحكي لكم عن أفضل حساسية للأجهزة الاقتصادية والأجهزة الضعيفة، أفضل حساسية وأفضل إعدادات لهي الأجهزة. تابع معنا الفيديو، ادعمنا بلايك فضلا وليس أمرا، واشترك بالقناة إذا كنت جديد وأعطينا الانترو. طبعا شباب، في كتير ناس عم تواجه مشكلة بالإعدادات الخاصة بلعبة ببجي، وخصوصا مشكلة اللاج المو طبيعية بهاي الأجهزة الاقتصادية والأجهزة الضعيفة، أجهزة العشرين و30 فريم. شباب اختصار، الحل موجود وبسيط جدا. مثلا هلا إذا توجهنا لإعدادات اللعبة، بشوف ناس كتير على اليوتيوب بتسأل أفضل حساسية للعبة ببجي موبايل، التحديث الأخير والتحديث اللي ما بعده. ومن هالحكي الفاضي يا شباب، نصيحة أخوية لجماعة الأجهزة الاقتصادية والأجهزة الضعيفة: اللعبة لما تفتحها راح تكون محطوطة على إعدادات معينة. هاي الإعدادات بتكون يا شباب مناسبة لجهازك. يعني أكيد اللعبة ما راح تحط إعدادات لغير الأجهزة، مثل ما شايفين ناس حاطة تخصيص وناس حاطة عالي وما بعرف شو. شباب اتركوها على الإعدادات الافتراضية للعبة، مثل ما شايفين خيار متوسط هو الافتراضي عندي. اتركوه على خيار الافتراضي، لأنه يا شباب الخيار الافتراضي خيار المناسب للجهاز الخاص فيك. الشركة عم تعمل لكل جهاز إعدادات افتراضية خاصة فيها. وبالنسبة لمشكلة اللاج، في ناس كتير عم تعاني من مشكلة اللاج. شباب إذا اتجهنا للرسومات مثل ما شايفين، جهازي يعني جهازي اقتصادي بدأ يفتح بس 30 فريم، أنا حاطه على 20 فريم وحاطه على السلس. ليش أنا مخفضهم؟ شباب إذا نزلت، إذا كان جهازك 30 فريم خليه يصير 20 فريم، إذا كان 40 فريم نزله ل 30 فريم أو نزله معلش ل 20 فريم. هاي الشغلة بتحل مشكلة اللاج أثناء المواجهات. يعني إذا كان شخص بوجهك طلع فجأة، علقت اللعبة فجأة متت، نزلت نوك، بتصير تبحث على اليوتيوب أو تمسح اللعبة. لا يا شباب، نصيحة أخوية: إذا كان جهازك 30 اعمله 20، هيك بتكون خفضت من مشكلة اللاج. ونكون وصلنا لنهاية الفيديو. ادعمنا بلايك واشترك بالقناة إذا كنت جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.